فايب كودنج يبقى تسمع وتركز في اللي هقول لك عليه. استنى لحظه انا طلب اسكت انت تسمع انت لو سمحت انت لا الفايب كودنج اللي انت بتعمله وبالاخص لما بتيجي تتعامل مع الداتابيز، الداتابيز بتسال السؤال 1000 مره وبتجاوب نفس الاجابه، وده طبعا بيخلي الابلكيشن بتاعك بطيء جدا، وان العميل كل شويه بيستنى الريكوست يروح يجيب الداتا من الداتابيز وبيرجع له تاني. هقول لك على 3 حاجات نعالج بيهم مشكله تعاملنا مع الداتابيز او عموما الفايب كودنج والكود اللي بيطلع منه لما بيجي يتعامل مع الداتابيز. اول حاجه حط كاشنج على مستوى الاي بي اي. استخدم ريدس او ميم كاش. الكاش هو مكان بيتحفظ فيه الداتا اللي بترجع من الداتابيز اول مره، ولما العميل بيعمل ريكويست او اليوزر يعمل ريكويست بيروح يجيب الداتا دي، بدل ما يجيبها من الداتابيز هيجيبها من الكاشنج. تاني حاجه استخدم سي دي ان. السي دي ان هو شبكه سيرفرات متوصله على مستوى العالم، بحيث اليوزر لما يجي يعمل الريكويست مش لازم يروح السيرفر بتاعك، هيروح لاقرب سيرفر عنده. وطبعا هي ممتازه جدا في التعامل مع الملفات الكبيره سواء صور وفيديوهات، لان مساحتهم بتكون عاليه، وجودهم في السي دي ان هيوفر وقت كتير. ثالث حاجه اعمل كاشنج للكويريز الغاليه. بمعنى ايه؟ الداشبورد اللي بتعمل سيكوال كويريز معقده جوين ما بين 4 جداول، هي دي اللي تستاهل تكون نتيجتها موجوده في الكاش. بس حدد الاول ايه اللي مسموح ليه يكون في الكاش ويبقى قديم، وايه لا. بمعنى اصح يعني المخزون والاسعار والصلاحيات ما ينفعش تكون في الكاش، لان هي متغيره كل دقيقه. ودي كانت الحلقه الاولى من سلسله فايب كودنج يبقى تسمع. I Learn Code Academy، طريقك للانطلاق.